مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضاء الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. اكتمال استعدادات الاحتفال بذكرى الاستقلال في الإقليم الأوسط. مدرسة حقات الزراعية تسهم في تطور الزراعة. إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر تعقد اجتماعات للمشاورة حول رفع الوعي الصحي. أكثر من 100 قتيل في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو. ولي العهد السعودي وترامب يعقدان مباحثات في الرياض. الصين تعتزم تعزيز العلاقات مع أمريكا اللاتينية وتنتقد تنمر واشنطن. مرحبا بكم. من العناوين إلى تفاصيل. أعلن مسؤول لجنة الاحتفالات في الإقليم الأوسط السيد اسمه رمزة برهان اكتمال الاستعدادات الثقافية والفنية في الإقليم الأوسط لتنظيم احتفالات الاستقلال تحت شعار نهجنا درعنا المنيع. وقال لوكالة رينا أن برنامج الاحتفالات بدأ في 7 مايو بأسبوع المدارس، وتشمل تجميل المدينة وعروض فنية في ساحة الفاتح في سبتمبر وسينما روما وغيرها، ومسيرة للطلاب وحفلات شعبية وعروض فنية في الشوارع، بالإضافة إلى عروض أعدها الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية. وحول الحفلات الشعبية أفاد بأنه سيتم إقامة 152 حفلا شعبيا في الإقليم، 86 منها في الريف. وذكر بأن الأنوار الملونة المركبة في شوارع أسمرة ستضاء يوم 15 مايو. تساهم مدرسة حقات الزراعية والفنية في زيادة الإنتاج الزراعي وتنويعه باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وقال مدير المدرسة الأستاذ ملاك برهاني لوكالة رينا أن الأهداف الرئيسية للأنشطة تشمل توفير التعليم الأكاديمي والتدريب المهني وإعداد وقرص الأشجار وخلق فرص العمل وتوفير المنتجات للشعب بأسعار مناسبة. وأوضح بأن مصانع المربى والألبان والنبيذ يعمل بعضها بانتظام والبعض الآخر بشكل موسمي. وقال أن التعليم النظري والتطبيقي المقدم للطلاب في مجالات علم الحيوان والنبات والميكانيكا الزراعية وحماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية وأبحاث واكتشافات الطلاب المرتبطة بالمصانع الموجودة في تطور مستمر. وذكر مسؤول مجالات التعليم في المدرسة والمعلمين أن المعدات التي جهزتها مدرسة حقات الزراعية والفنية تلعب دورا هاما في العملية التعليمية وإدخال وسائل الزراعة الحديثة. هذا وخرجت مدرسة حقات الزراعية والفنية التي بدأت الخدمات التعليمية في عام 1999 3097 طالبا حتى الآن، بينهم 1147 طالبة في 4 مجالات دراسية. عقدت ورشة عمل في إقليم جنوب البحر الأحمر بهدف ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية القائمة على الوعي يومي 6 و8 مايو في جميع مديريات الإقليم. وجرى خلال اللقاءات التي نظمت بعنوان الخدمات الصحية من أين وإلى أين تقديم ومناقشة أوراق عمل حول توسيع المرافق الصحية والاستفادة من المرافق وتغطية الخدمات المقدمة وكفاءتها والتقدم المحرز والتحديات ودور الإدارات في ذلك. وذكر مسؤول فرع الصحة بالإقليم الدكتور علي حالو بأن المرافق الصحية كانت قليلة إلى جانب ارتفاع معدلات وفيات الأمهات والرضع قبل الاستغلال، ولكن تحسنت وتوسعت هذه المرافق بعد الاستغلال. وقال أن بعض الخدمات بشكل عام مثل رعاية ما قبل الولادة وما بعدها وخدمات المرافق الصحية والتحقق المستمر من الحالة الصحية لا تزال بحاجة إلى العمل، مضيفا أنه ينبغي ضمان الوصول القائم على التوعية في جميع الخدمات. وفي كلمته الختامية أكد حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي على أهمية الصحة الآمنة في التنمية والازدهار، وحث الجهات المعنية على تعزيز مثل هذه المنتديات لزيادة فوائد المرافق الصحية من ناحية وسد النقص في المرافق الصحية من ناحية أخرى. دعا خبير تنمية الخضر والفاكهة بمديرية حمل مالو السيد موسيا جبر ميكائيل أصحاب البساتين والمزارعين لاستعمال السماد الطبيعي نظرا إلى فوائده الإيجابية والصحية في إثراء الأرض ومضاعفة الإنتاج، مشيرا إلى ثروات المياه المتوفرة بفضل وقوعها على ضفاف وادي عنسبة. وأضاف أن وزارة الزراعة تسعى إلى دعم المزارعين في رفع إنتاجية المحاصيل عبر تنظيم دورات تدريبية بشكل عام والتعريف بأساليب تحضير السماد الطبيعي بشكل خاص، مذكرا أنه يتم تقديم سماد طبيعي سائل منذ عام 2024 والذي يسجل قبولا متزايدا.
وحث الجميع للمشاركة الواعية في محاربة آفات الفاكهة بشكل متضافر وتجنب استعمال الأسمدة الكيميائية التي تحدث أضرار على التربة وصحة الإنسان. مديرية حمام مالو تمتلك 494 هكتارا من البساتين تتم زراعتها عبر 688 مزارعا، 318 هكتارا منها تزرع بالفاكهة و112 هكتارا بالخضروات، كما يزرع في 64 هكتارا المتبقية أعلاف تستخدم في تغذية المواشي. أفاد السيد إدريس علي مدير مديرية قارورة أن السدود المشيدة في المديرية في السنوات الماضية ساهمت في توفير مياه الشرب والسقي وأحدثت الاستغلال في حياة السكان. وأوضح في مقابلة بمناسبة احتفالات ذكرى الاستغلال بأن السدين المشيدين العام الفائت في الراق وإمهاميمة يقدمان الخدمات للضاحيتين والمواشي القادمة من مناطق أخرى. وأشار مسؤول الزراعة في المديرية السيد آدم صالح إلى وجود برنامج لاستخدام مياه سد إمهاميمة في ري مساحة 3000 هكتار من الأراضي الزراعية أسفله بعد بناء القنوات التحويلية. ويوفر سدي جرنعي وأنتيلا مياه السقي للمواشي القادمة من مديريتين نخفة وأدوبحة ومناطق أخرى. وأشاد مدير مديرية قارورة السيد إدريس علي بتضافر جهود الشعب وقوات الدفاع وأموال المؤسسات الحكومية، داعيا الشعب عامة والرعاة خاصة لترشيد استهلاك المياه والعناية بالسدود. هذا ويقع سد جرنعي على مسافة 11 كيلومترا إلى الجنوب من بلدة إمهاميمة. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصيد العالمي. قال عامل في منظمة غير حكومية وسكان محليون أن أكثر من 100 شخص قتلوا في هجوم شنه مسلحون متشددون في شمال بوركينا فاسو. وأوضح عامل الإغاثة الذي يشارك في جهود الحوار بالمناطق المتضررة من البلاد أن الهجوم استهدف مواقع عدة بينها قاعدة عسكرية وبلدة جيبو الاستراتيجية المحاصرة منذ مدة طويلة. هذا وقد أعلنت جماعة جهادية متحالفة مع تنظيم القاعدة وتعرف باسم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وتنشط في منطقة الساحل الإفريقية مسؤوليتها عن الهجوم. ووقع الهجوم الرئيسي في مدينة جيبو، حيث سيطر مقاتلون أولا على جميع نقاط التفتيش عند مداخل المدينة قبل أن يهاجموا الثكنات العسكرية، خصوصا معسكر وحدة مكافحة الإرهاب الخاصة. عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباحثات في قصر اليمامة بالرياض بعقاب وصول ترامب إلى العاصمة السعودية بمستهل الجولة الإقليمية تستمر 4 أيام. وكان ولي العهد السعودي قد استقبل الرئيس الأمريكي في قصر اليمامة، حيث التقى ترامب بنحو 40 شخصية من القيادات السعودية بمجالات الاقتصاد والسياسة والأمن. كما استقبل ولي العهد السعودي الوفد الرسمي المرافق لترامب ورؤساء الشركات الأمريكية الكبرى ومنهم الملياردير إيلون ماسك. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات كبرى ومحادثات استراتيجية في كافة المجالات والملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية. أعلنت الصين أنها تريد تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في زمن المواجهة بين الكتل متعهدة بتوفير قروض بقيمة 9.2 مليار دولار لتلك الدول، كما انتقدت ما سمته تنمر الولايات المتحدة الأمريكية. وفي خطاب ألقاه الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل افتتاح الاجتماع الوزاري الرابع لمنتدى الصين سيلاك، مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، قالت شي: من خلال الوحدة والتعاون فقط يمكن للدول حماية السلام والاستقرار العالميين وتعزيز التنمية والازدهار في سائر أنحاء العالم. ونددت شي بتصرفات تنم عن تنمر وهيمنة في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة، مشددا على أنه لا رابح في حروب رسوم جمركية أو حروب تجارية، وأن التنمر يؤدي إلى العزلة الذاتية. ويأتي خطاب الرئيس الصيني قضاة إعلان واشنطن وبكين توصلهما إلى اتفاق يخفض لمدة 90 يوما بنسبة كبيرة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبادلتا فرضها. في الخبر الأخير، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في العاصمة طرابلس بعد اندلاع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة. وعبرت البعثة في بيان عن قلقها البالغ إزاء تفاقم الوضع الأمني في طرابلس مع اشتداد القتال بالأسلحة الثقيلة في الأحياء المدنية ذات الكثافة السكانية العالية. وقالت البعثة أنها تدعو جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال فورا واستعادة الهدوء، محذرة من الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية التي قد ترقى إلى جرائم حرب.
ورفعت السلطات الصحية والأمنية حالة التأهب في العاصمة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية التي تديرها حكومة الوحدة في طرابلس عن وزارة الداخلية دعوتها المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج، وذلك حفاظا على سلامتهم. في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. اكتمال استعدادات الاحتفال بذكرى الاستغلال في الإقليم الأوسط. مدرسة حقات الزراعية تسهم في تطور الزراعة. إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر تعقد اجتماعات للمشاورة حول رفع الوعي الصحي. أكثر من 100 قتيل في هجوم إرهابي شمال بوركينا فاسو. ولي العهد السعودي وترامب يعقدان مباحثات في الرياض. والصين تعتزم تعزيز العلاقات مع أمريكا اللاتينية وتنتقد تنمر واشنطن. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.